هل تخيلت إن معاشك بعد التقاعد من شغلك ممكن يكون أقل بكتير من اللي كنت متوقعه؟ كتير من الناس مش مدركين التعديلات الأخيرة في نظام التأمينات الاجتماعية، وده ممكن يعرضهم لمفاجآت غير سارة بعد التقاعد. النهارده هنتكلم عن ازاي تحمي مستقبلك المالي، سواء كنت شغال في الحكومة، القطاع الخاص، أو حتى بتدير شغلك الخاص. بس خلينا الأول نفهم معنى التأمينات الاجتماعية. التأمينات هي نظام بيهدف لضمان دخل ثابت ليك بعد ما تبطل شغل، سواء بعد التقاعد أو ظروف صحية. بتدفع جزء من مرتبك شهريا في صندوق التأمينات، والحكومة أو أصحاب العمل بيساهموا معاك في نفس الصندوق. ده بيضمن لك معاش بعد التقاعد يغطي احتياجاتك اليومية. يعني لو كنت شغال في شركة أو في الحكومة أو حتى في شغل خاص، التأمينات مهمة جدا. تعال خلينا نتعرف على التعديلات الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية. دمج أنظمة التأمينات. بقى في نظام موحد لكل العاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص، عشان تكون الحسابات أكتر شفافية ودقة. الحد الأدنى للمعاش. تم تحديد حد أدنى للمعاش عشان تضمن إن مفيش حد يخرج من الخدمة بمعاش أقل من الحد الأدنى المحدد، واللي هو حاليا بقى 1300 جنيه. تأمين العاملين لحسابهم الخاص. تم إدخال العاملين لحسابهم الخاص في النظام، وده بيضمن لهم حقوقهم ويأمن لهم معاش مستقبلي. طب ليه التأمينات الاجتماعية مهمة؟ لأن التأمينات هي ضمانك لمستقبلك المالي. لو ما كنتش منتظم في الاشتراكات، أو لو ما كنتش مشترك أصلا، ده يعني إنك ممكن تواجه صعوبة في الحصول على دخل ثابت بعد التقاعد. التعديلات الجديدة تهدف لضمان عدالة النظام وتهيئته ليتماشى مع التغيرات الاقتصادية. لكن لو مش منتظم في الاشتراكات، هتخسر فرص الحصول على معاش كافي يعينك بعد ما تبطل شغل. وإيه مخاطر عدم الانتظام في الاشتراكات؟ خلينا نوضح المخاطر اللي ممكن تواجهها لو ما كنتش منتظم في دفع اشتراكات التأمينات. أول حاجة، فقدان الأمان المالي. بدون تأمينات بعد التقاعد هتكون بدون دخل ثابت، وده هيخليك تضطر انك تعتمد على مساعدات من الأسرة أو من الدولة. 2. العقوبات المالية. التأخير في سداد الاشتراكات هيكلفك غرامات مالية هتكون عبء إضافي عليك. 3 حاجة، ضياع سنوات الخدمة. إذا كنت بتشتغل في أكتر من مكان، عدم تسجيل جميع فترات العمل في التأمينات يعني إنك ممكن تفقد سنوات خدمة مهمة هتأثر على قيمة معاشك. إيه اللي لازم نعمله دلوقتي؟ لو لسه ما سجلتش في نظام التأمينات أو مش منتظم في الدفع، لازم تبدأ تتحرك دلوقتي. تأكد من تسجيلك سواء كنت موظف في القطاع العام أو الخاص أو حتى شغال لحسابك. سجل نفسك في النظام. كل شهر بتدفعه هو استثمار في مستقبلك وتجنبك لمشاكل كبيرة في المستقبل. في النهاية، التأمينات الاجتماعية هي شبكة الأمان المالية ليك بعد التقاعد، والتعديلات الجديدة بتهدف لتحسين النظام وضمان عدالة أكبر. ما تخليش أي تأخير أو عدم انتظام يضر مستقبلك المالي. لو عندك أي استفسار أو محتاج مساعدة، إحنا هنا عشان نساعدك. وطبعا لازم تكونوا فاكرين، اللي معاه الروشتة القانونية عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشتة إيهاب عبد الله. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.